انك تصل الى نهايه نفسك. اول نقطه تصل الى نهايه نفسك. انت ما عندك، ما تفكر حالك انه ببرك الزاكي رح تقدر تعيش القداسه. نحن نحتاج الى قوه الصليب، نحتاج الى قوه الروح القدس لكي تسكن فينا وترفعنا. نصرخ بقوه الله، مش بقوتي انا مش قادر. انا 100 مره ما راح اعمل هالموضوع المعين، ولكن برجع بوقع بنفس الحفره. يا رب عيوني عليك. ثاني نقطه، علينا ان ندرك ان الرب يسوع المسيح مقدسنا، انه اعطانا هذا الحق، اعطانا هذه القدره، اعطانا هذا المركز، اعطانا هذه القوه لكي نعيش في السماء وليس على الارض. في كورنثوس تقول: ومنه انتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمه من الله وبرا، شو كمان؟ وقداسه وفداء. هو قداستنا. برومية، تذكروا رومية 7 شو بيقول؟ رومية 7 صراع بين الانسان الجسد وبين الروح. ولكن لما بيوصل لنهاية نفسه بيقول: أنا مش قادر أرضيك، أنا مش قادر أنتصر على شهوة الجسد. طيب شو الحل؟ يقول الحل: أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذا الحل وين؟ الحل يسوع مقدسنا. توصل لنهاية نفسك، عندئذ الله يتدخل. إذا النقطة الثالثة، الحل بالاستسلام. سلم. أبدا، الانتصار بالاستسلام. علينا أن نستسلم للرب يسوع المسيح. الانتصار عن طريق الاستسلام، لأنه الرب ذكر شو بيقول: لأنكم بدوني بدك تجرب؟ روح جرب. كل ما طلعت درجة رح تنزل 2 خطوة لقدام خطوة لورا. لكن اركع عند الصليب، قل له: يا رب أنا خلصت، أنا مؤمن، ولكن اليوم جايك، أنا عندي عادة غلط مش قادر عليها، أنا بسلمك يا رب. أوصل لنهاية نفسي، استسلم، رافع الراية البيضاء واتكالي عليك.